رد الأمانة إلى أهلها. واحد الشاب كان جالس تحت شجرة تاع الزيتون، مر عليه جرار، سقطت منه ساشية كيس أسود. لما فتحها وفيريفاها لقى فيها 70 مليون سنتيم جزائري. داه الشيطان المطمع قال نتزوج شي سيارة وشي لوطو. كي وصل للمنزل تاعه فقط له الوالده تاعه، شافته كاع ماشي مليح، كومبورتمون تاعه كاع ماشي مليح. قالت له ولدي واش كاين؟ قال لها هاشا كاين هاشا كاين. قالت له الأمانة إلى أهلها. مشاو عند صاحب الكيس، طلبوا منه الاذن وطلبوا منه السماح، واعطاهم نصيب من المال 2 ملايين سنتيم. الحاجه دات ولدها قالت لها هاك شري هاتف نقال وشريحه ودعي الله سبحانه وتعالى. مشى هذاك الزمان كي شرا شريحه تاع موبيليس، كانت كاينه طنبوله نتاع 307، مانيش ندير بيبليسيتي. ايوا مشى هو ربح بال 307 وكان تيراج عشوائي وربي كتبها له، وعاش بسياره جديده في عامها الاول من تحت الزيتونه حتى الكيس، حتى وصل للسيارات 307 جديده بالكرتون. رد الحق الى مواليه والامانه الى مواليها، وردوا المظالم الى مواليها، واسالوا الاجر. واكرر من ترك شيئا لوجه الله عوضه الله خيرا منه. كان معكم اخوكم في الله اسماعيل باهي، هذا خونا هشام كوك، شهانا طهانا وان شاء الله ندوقوا من عنده. سلام، ودعونا الله، ودعوا الله سبحانه وتعالى.